بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من خلال قناتي على اليوتيوب، وتابعوني كمان من خلال صفحتي على الفيسبوك. النهارده هناخد بريف كده صغير على قرعه دوري ابطال افريقيا ونادي الرجاء. طبعا هو نادي الرجاء في النتائج واخد 16 نقطه وجايب 17 هدف، ودعم الفرقه بتاعته بمجموعه من اللعيبه الجزائريين على مستوى عالي. طبعا احنا لعبناهم السنه اللي فاتت في نفس الدور تقريبا. لعبناهم السنه اللي فاتت في نفس الدور وكسبنا في مصر 2-1، وعلي معلول ضيع ضربه جزاء، وتعادلنا معاهم 1-1 هناك، والسوليه ضيع برضو ضربه جزاء. طبعا هو نادي الرجاء دلوقتي ترتيبه الثالث على الدوري، وعنده مدرب كبير، مدرب كان بيمرن المنتخب، وهو منذر الكبير على نفس الاسم يعني، وهو مدرب محترم ومدرب مقدر النادي الاهلي. وطلع اتكلم على النادي الاهلي بعد القرعه وقال لك نادي كبير، وطبعا هتبقى مباراه صعبه علينا وعليهم. وطبعا احنا بنحترم برضو نادي الرجاء من الاحصائيات اللي بالنسبه لدوري ابطال افريقيا، او بالنسبه للبطولات او بالنسبه البطولات الموجوده عنده في افريقيا. يعني هو بالنسبة للدوري في المغرب هو واخد 12 دوري، طبعا قصاده الاهلي واخد 42. دوري ابطال افريقيا الرجاء واخد 3، الاهلي واخد 10. كاس السوبر الافريقي هو واخد 2، الاهلي واخد 8. كاس الاتحاد الافريقي تقريبا الرجاء بس واخد بطولة. الافرو اسيوية هنا واحدة وهنا واحدة. كاس العرب هو الرجاء 2 واحنا واحدة. كاس شمال افريقيا للاندية واحدة وواحدة. كاس السوبر العربي احنا واخدين واحدة. كاس الكؤوس احنا واخدين 4. الكونفدرالية احنا واخدين واحدة. طبعا فريق كبير، فريق يحترم، بس اللي انا حابب اقوله انها هتكون مباراة صعبة للنادي الاهلي. واحنا بنحترم نادي الرجاء وبنحترم جمهور نادي الرجاء. جمهور كبير، وجمهور متذوق للكوره وبيقدر او بيكبر من الكبير يعني، ودي مهمه جدا يعني. الفرقه اللي هي اللي ناقصه والفرقه الصغيره اللي هي ملهاش تاريخ ولا ليها مش موجوده على الساحه الافريقيه خالص، فتلاقيها دايما عايز تاخد بطوله او عايزه تتعرف، زي النادي الهلال السوداني، ان هو عايز يتشهر وعايز يتعرف وعايز الناس تتكلم عليه وعايز يقول ان احنا موجودين على الساحه. فابتدى يعمل اللي هو عمله الفتره اللي فاتت ديت هو الاداره بتاعته. طبعا اداره غير مسؤوله، مباراه وراحت لحالها وانتهت خلاص. انا بس بوريك الفرق ما بين فرقه زي الرجاء وفرقه تانية زي الهلال السوداني. واي مناوشات بتحصل ما بين الجماهير ده طبيعي، كل الجماهير في كل حته، في ريال مدريد، في برشلونه، في اي مكان بتحس ان في مناوشات ما بين الجماهير، دي حدودها يعني. ده بالطريقه، ده بيقول كلمه، ده بيسخن، ده بيقول له مباراه، ده مش عارف ايه، بيقول له على نتيجه، ده حدودها. اما بقى ادارات بقى تخش ويشتم في الجماهير ويقول لك انتوا عنصريين وانتوا بتهزقونا وانتوا بتشتمونا وانتوا فتعرف ان الناس دي ناس ناقصه يعني. بالنسبه لمباراه الرجاء، المباراه دي هتبقى الاختبار الحقيقي لكولر يعني. طبعا اللي فات كوم واللي جاي كوم، ولا اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص يعني. فالنقطه اللي انا بتكلم فيها ان كولر ده بالنسبه له المباراه دي هتبقى مش اختبار. انا بالنسبه لي والله كمان مره، انا مكان مباراه الهلال السوداني ديت والفتره اللي هي عدت على النادي الاهلي دي، ما كنتش قلقان وما كنتش مش متوقع ان النادي الاهلي مش هيتاهل. لا، كنت متوقع النادي يتاهل، بس كنا محتاجين الفرصه واحنا مركزين. احنا بعد ما رجعنا من كاس عالم الانديه ما كناش مركزين، كان في اجهاد، ظروف المباراه، الشمس، الحر، الشناوي ما شافش. بتحصل في كل الفرق الكبيره، بيبقى في تعثرات. بس الاهلي لما بياخدوا الخطوه وباتزان ويبتدي يشتغل الشغل اللي احنا عارفينه، اللي هو التدريبات والتركيز والروتيشن والحاله النفسيه للعيبه
وروتيشن طبعا انا قلته. فدي كلها هتأدي ان انت هتعرف تخش على الادوار التانية يعني. وطبعا احنا بعد ما نخلص كنت بتكلم على كولر. كولر لازم ده الموضوع، المباراة دي هتكون بالنسبة له لازم هي دي الاختبار، هي ديت الصق اللي بيقولوا عليه ان هو الصق عند نادي الجماهير الاهلي، ان هو هيتاخد في حتة تانية، هيبقى زي مانويل جوزيه وزي موسوماني. فانت كولر بحاول تركز في المباراة ديت، حاول تركز في الروتيشن بتاعك، حاول تريح اللعيبة اللي انت محتاجها في الماتش ده، وان شاء الله ربنا يقدم ما فيه الخير. واشوفكم في حلقة تانية بإذن الله. السلام عليكم.